تعالوا بقى كده نشوفوا بعد ما الحمام اكل عياله يمسكوا الحصلة. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الحمام دوت لو كل كويس وعايش عيشة كويسة وقدمت له الحاجات اللي هو محتاجها هيبيده هيفرخ وينتج معاك. انت جيت حبسته حريته بالمنظر اللي انتوا شايفين دوت كده، اذا كان في اوضه، اذا كان في سلكات، اذا كان ايا كان انت بتربي فين، لازم انك انت تهتم بيه 100%. صباح الحنيه والكلفه المتغذيه. طبعا دي كلفه الحمام النهارده يا شباب. تعالى اوريكم الخلطه دي عملتها ازاي. نيجي عند جوز الحمام اللي مصدعيننا دول وعايزين يسجلوا هروب، نديهم شويه. الحمام ده خلاص تعبنا. ايه ده؟ اول تشوفونا بتعملوا هجوم كده، الصبر بالله، كله هياكل وكله هيبقى زي الفل. عود نفسك لما تخش السلاكه تاكل اول حاجه اللي تحت منهم زغاليل، لان هم دول اللي يبقوا فعلا مستنيينك ومحتاجين الاكل. بص كده، بص بص بص، تسمي الله كده، اللي تحت منه زغاليل بتبدا تديله طبعا الاكل بتاعه او المقدار بتاعه. طبعا كل فرد حمام ليه مقدار اكل، وبنبدا ان احنا نتابع. بص كده الدنيا هديت معاك ازاي. لو كل جوز تحت منه زغاليل اول ما دخلت اعطيته الاكل بتاعه، الدنيا اللي عند الحمام عندك هتهدى وهتبقى زي الفل. عصافيرنا مأكلينهم ومظبطينهم عشان يقعدوا معانا ساكتين لحد ما نخلصوا الفيديو بتاعنا، عشان الناس تبقى طالعه من الفيديو دوت مستفاده. اما بقى لو جينا هنا اتسالنا كتير وقلنا ايه الحاجات اللي انت بتستخدمها للحمام بتخلي الحمام عندك يبيض وبتخلي الحمام عندك ينتج وبيخلي الحمام عندك يفرخ، لا، كل اللي هقوله لك هنلفه لفه كده كل عند كل جوز ونشوفوا ايه اللي عندهم، وهقول لك ايه اللي بستخدمه للحمام بيخليه يبيض ويفرخ وينتج. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، انا ملاحظ ان في حمام بيض معايا اهو، في حمام بدأ يحضن بيضه اهو، ماشي على الله التسهيل، كله كرم من عند ربنا سبحانه الله وتعالى. احنا ما علينا ان احنا بنخدم وربنا بيبارك. نيجي عند الجوز دول اهم، نحط لهم برضو الاكل بتاعهم. طب ما تيجوا ناكلوا الحمام كله يا جدعان وبعد كده نتفرجوا. ناكل الحمام كله ونرجع لكم تاني. وبكده زي ما انتم شايفين اكلنا الحمام بتاعنا كله. تعالوا بقى نبدا من اليمين ونشوفوا ايه اللي موجود عندنا. طبعا المنير العالي دوت لازم ناخدوا بالنا منه كويس قوي، لانك انت بتنساه وبتنسى فيه ايه، فلازم ناخدوا بالنا منه. طبعا بقى عايزين بقى اخواتنا وحبايبنا كده اللي متابعينا يعملوا لايك على الفيديو دوت، وللناس بقى الجديده اللي اول مره تشوف القناه يا ريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تعالوا كده نسمي الله. هنقول لكم بقى على اقوى خلطه هنقدمها للحمام. طبعا دول تحت منهم بيض، بسم الله ما شاء الله. في بيضايه بايظه من المنظر كده اللي انا شايفه، البيضه دي بايظه. لما انت بقى تبقى قديم في الحمام، انت تبص للبيضايه كده هتعرف ان البيضه دي شغاله ولا مش شغاله. كده الجوز دول تحت منهم بيضايه بايظه. تعالوا كده نطمنوا على الكريزليات ونشوفوا برضو ايه اللي عندهم مع بعضينا كده. كريزليات اهم، بسم الله ما شاء الله. لا البتين كده عمرانين عند الكريزليات تمام. المعلمين دول شكلهم باضوا. تعالوا نبص عليهم برضو. العش اللي فات النتايه كانت بيضالنا بيضه واحده عشان كان اول شغل ليها. نطمنوا ونشوفوا هتعمل ايه معانا النهارده. برضو نفس الكلام، جايبالنا بيضه واحده. اهلا نشوفوا كده التانيه موجوده عليها ولا لا. طبعا قلت لك التانيه موجوده عليها يا شباب، التانيه موجوده عليها بين العظمتين دول كده. بتحط ايدك وتسمي الله كده بالراحه، بتحس بالبيضايه موجوده عليها. المعلم اللي عامل لنا صداع دوت، فين اخوك؟ لا كده في حاجه غلط. الاثنين موجودين، الاثنين موجودين. طبعا الشقلباز والمراسله المسافات خلصوا الاكل نحط لهم تاني. طبعا احنا محضرين تحت منهم نحط لهم تاني. خد يا معلم تاني وتاني، يلا عايزك تاكل وتشبع يا عيال.
مش تاكل لوحدك، لا تاكل وتشبع. ايه تاني عايزين نلفه عليه؟ الجوز دول تحت منهم زغاليل، والجوز دول بيجهزوا عش جديد، ودول تحت منهم زغاليل. دول كده محتاجين ميه، نجيب لهم برضو ميه. جبنا العطشانين ميه يا شباب كده، نبدأ نسمي الله ونحط لهم الميه. زي ما قلت لك موضوع الميه دوت انا بحب اخره على الطير بالذات اللي هو تحت منه عيال، بسيب لهم الاكل وبعد كده ياكلوا ويشبعوا اخش اديهم الميه. تعالى شوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي، وايه اللي الاب والام هيعملوا ايه مع الزغاليل لما الميه يشربوها. بصوا كده الزغلول معاك هياكل اكل من حديد. يعني ايه اكل من حديد؟ هفهمك دلوقتي. تعالى هنا برضه اهو كده الحمام شبع، ونبدا نديله الميه بتاعته كده اهو. فرد الحمام لو كان قدام منه الميه وانت مقدم له الاكل بتاعه، كان هياكل غليتين، هياكل درايتين، ويبدا يجري على الميه يشرب كميه كبيره. بعد كده يخش ياكل عياله. تمسك انت حصلة العيال بعد كده تلاقي الحصلة كلها ميه بس، ما تلاقيش اكل. فانا معود نفسي عند حمامي اول حاجه بعملها ببدا ان انا احط الاكل، وبعديها ب5 دقايق ب10 دقايق اخش اوزع الميه بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. ساعتها يحصل ان الاب والام بصوا زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجه يعملوها يخشوا يملوا حصلة الزغلول كلها اكل كده. الناس بقى اللي سألتني انت بتفرخ ازاي او بتنتج ازاي، كل حاجة ان شاء الله هقولها لكم بالترتيب. والحمام اللي مش فارخ عندنا هنخليه يفرخ، بس نشغل دماغنا عند الحمام. تعالوا نشوفوا هنا اهم بسم الله ما شاء الله الاب والام هم بصوا بياكلوا ازاي. نفس المنظر برضو هتلاقيه تحت الاب والام بياكلوا اهو. نفس المنظر هتلاقيه فوق. كل واحد الحمام عندنا كل واحد، لاننا بنخدم الحمام خدمه واحده. يلا بينا نسمي الله. ولو انت عندك بقى حمام تعمل معاه ايه عشان يبيض وعشان ينتج وعشان يفرخ. كل واحد بقى الحمام مش عايز يفرخ وينتج عنده، تعالوا نشوفوا احنا بنعمل ايه للحمام عشان خاطر يفرخ وينتج عندنا. طبعا ده اسمه طبق من فضه او طبق من ذهب زي ما انتوا بتسموه. بصوا كده الحمام بيحبه جدا جدا، ودوت بيساعد النتايه ان هي تجمع بيض بسرعه، وفي نفس الوقت بتبيض معانا بسرعه. طبعا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الحاجه ديت مجربينها عندنا عند الحمام، وبسم الله ما شاء الله نفس الكلام الحمام شايفينه بيحبه بطريقه ممتازه جدا جدا. طبعا يا جماعه ده كيس لو انت استخدمته للحمام عندك هيخلي الحمام عندك بسم الله ما شاء الله هيختلف 180 درجه. تعالوا نشوفوا لما استخدمنا الكيس دوت ايه اللي حصل عند الحمام عندنا، وايه الحاجات الجميله اللي احنا شفناها عندنا مع الحمام. طبعا ده المكان اللي احنا بنربي فيه زي ما حضراتكم شايفين. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع. الحمام عشان يبيض وعشان خاطر ينتج ويفرخ لازم نقدم له كل الحاجات اللي موجوده في الطبيعه على طبق من فضه، ونبدا نديها له كده. تعالوا نشوفوا ربنا كرمنا بايه مع احلى اخوات في الدنيا. اللي انا عملته دخلت عند الحمام اللي متاخر في الانتاج، لميت الطواجن من عندهم وبدات امسحهم كده وانضفهم بطريقه ممتازه جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجه حلوه على اخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا في القناه. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع. طبعا زي ما عودناكم اي حاجه بنستخدمها للحمام وبتجيب معانا نتيجه لازم نطلع نقول لك عليها. ناس كتير جدا الايام اللي فاتت قالت لي الحمام مش عايز ينتج، الحمام مش عايز يفرخ، الحمام بيتاخر في البيض، واستخدمت معاه كل حاجه واستخدمت معاه اي حاجه ومفيش فايده خالص. لا النهارده فيديو مختلف هفرجك الكيس دوت عمل ايه عند الحمام عندي. عايزين قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونعمل لايك للفيديو دوت. وبشكر كل اخواتي وحبايبي اللي عملوا لايك للفيديو اللي فات، وصل لكل واحد محتاج حمام ووصل لكل واحد محتاج تربيه في الحمام. كده نتفرجوا ونشوفوا ربنا كرمنا بايه بالزغاليل اللي عندنا والحاجات اللي عندنا، وازاي بنقدم الكيس دوت او بنجيبه منين
للحمام، ويلا بينا مع بعض مع احلى اخوات. لكل الناس بقى اللي الحمام متاخر عندها في الانتاج، انا بنصحهم يستخدموا الكيس دوت، وهقول لك برده تجيبه منين وايه المكونات اللي هم الموجود في الكيس. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، اول جوز اهم تحت منهم زغلولتين، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. وهقول لك برده على ارخص حمام تقدر انك انت تربيه وتقدر تنتجه عندك وتفرخه عندك. طبعا هنا بسم الله ما شاء الله برده جوز حمام تاني اهم تحت منهم زغاليل، ونفس الكلام برضو حاطط لهم في الارضيه الكيس السحري الجبار. هقول لك ازاي طريقه استخدامه، وهقول لك امتى تحطه وامتى ما تحطوش. طبعا اهو بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عندنا برضو هنا جوز تحت منهم برضو زغاليل. الحمام ده كله كان بيغيب عندنا في الانتاج وكان بيغيب عندنا في الحصى بتاعه، فبالتالي لما استخدمنا الكيس دوت ربنا كرمنا فيه ولقى الانتاج عندنا زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا نشوفوا ايه تاني موجود معانا النهارده. قص تاني يمني هم بسم الله ما شاء الله برضو قاعدين على حصى. الحمام كله اشتغل والحمام كله بقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. وعندنا هنا هم جوز برضو قاعدين على زغلولتين نطمن عليهم ونشوفه. طبعا يا شباب اهم حاجه متابعه الحمام، واهم حاجه انك انت تشوف الحمام بتاعك محتاج ايه وتبدا انك انت تقدمه له. تعالوا كده نسمي الله مع بعضينا ونشوفوا برضو ايه اللي موجود معانا هنا اهو. بسم الله ما شاء الله نفس الكلام برضو زغلولتين. عايزين بقى الناس كلها تربي حمام، عايزين بقى الناس كلها تفرخ حمام، عايزين الناس كلها يبقى عندها حمام. يلا بينا بقى نشوف التفاصيل بتاعه الكيس دوت وتقدر تجيبه منين وازاي برضو تقدمه للحمام وامتى تقدمه للحمام. انتم شايفين دي البياضه بتاعه الحمام. ببدا ان انا افضي ربع الكيس كده اهو، ولو دققنا وشفنا ايه اللي في الكيس كده مع بعضينا واحده واحده هنلاقي فيه حجر جيري، هنلاقي فيه فوسفات الصوديوم، هنلاقي فيه بذر كتان، بذر جرجير، بذر فجل، بذر برسيم، قرطم، شوفان. جميل جدا. في اكتر من 12 نوع الحمام بيحبه. طب وفي قرطم يا شباب اهو. القرطم ده برضو حاجه جميله جدا جدا الحمام بيحبها. تعالوا كده بقى واحنا مع بعضينا من غير ما نقص من الفيديو ونشوفوا الحمام عامل عليه ازاي. بص كده الحمام عامل عليه ازاي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الحمام بيعشقه جدا، وهقول لك ده فايدته ايه للحمام. طبعا دوت زي ما احنا عارفين مصدر كالسيوم عالي جدا بتقدمه للحمام. طيب في ايه؟ في كالسيوم، في مغنيسيوم، في فيتامين، في املاح معدنيه. للناس بقى اللي اشتكت وقالت الحمام بيبيض بيضه واحده، الحمام مش عايز يبيض خالص، ولو ربنا كرم وباض بيبيض البيض طري. طبعا ده سبب رئيسي لتنشيط عنقود البيض وسبب رئيسي لمصدر الكالسيوم. واديكم شايفين اهو. هنسحب الطبق تاني ما فيهوش اكل نهائي، كل اللي فيه حاجات طبيعيه ومحار و3 جي اف وحاجات جميله جدا الحمام بيعشقها. فانت خلاص عرفت الحمام محتاج ايه وعرفت الحمام ناقصه ايه، بتبدا تعمل اللي انا بقول لك عليه دوت، وان شاء الله ربنا يبارك لك في طيورك وربنا يبارك لك في الانتاج اللي عندك. نشوفوا الجوز اللي هم تحت منهم زغاليل عملوا ايه. طبعا قبلوا عليهم وبداوا ياكلوا. طب شكل الكيس ده ايه او اجيبه منين؟ بص يا كبير مبدئيا كده شكل الكيس ده اهو، اسمه توب ميكس جريد. ممكن تاخد سكرين دلوقتي هتلاقي رقم التليفون تحت. ان شاء الله في شحن جميع المحافظات وفي توصيل لحد باب البيت عندك. مفيش اي مشكله لما تطلب 5 اكياس وتقدمهم عندك للحمام، وسعر رمزي جدا جدا للناس بتاعه المحافظات. طبعا انا موجود في اسكندريه، والكيس دوت موجود كل يوم جمعه في سوق الحمام في اسكندريه. وحاجه كده مجربينها كده وشايفين الانتاج عندنا بسم الله ما شاء الله. طبعا بنستخدمه للحمام، بنستخدمه للعصافير، والانتاج عندنا بسم الله ما شاء الله. طبعا قبل اي شيء، قبل ما نعمل اي حاجه ونخدم بيها الحمام لازم نخدم الغاوي قبل الحمام. انت ممكن تعمل الخلطه دي عندك في البيت، وانا قلت لك مكوناتها ازاي برضو تجهزها عندك في البيت. حابب انك انت تشتريها جاهزه مفيش اي مشكله، وفرنا لك الكيس دوت. طبعا انا بعمل كميه كبيره جدا عشان خاطر حمامي، وفي نفس الوقت عشان خاطر اساعد الغاوي واساعد الناس اللي حابه تفرخ وحابه تنتج. واديكوا شفتوا الفرخه عندنا او الانتاج عندنا عامل ازاي. حاجات سهله جدا 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 وبسيطه بتبقى محتاجها الحمام وبنديها له. الاسبوع ان شاء الله الحمام اللي مش بايض هتلاقيه بايض، والحمام اللي مش بينتج هتلاقيه بينتج. ومش عايزك تشتري دلوقتي، عايزك تتابع بعد اسبوع شوف اللي هيحصل مع الحمام ده ايه، واستنونا في كل فيديو جديد مع احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباحكم زي الفل.